دي نقطة مهمة جدا. موضوع بيسو انا كنت ناسيها وخلينا فكرنا، كان معانا تليفونه ورجعنا لكم تليفونه بعتناه مع الناس تمام. وعايز اقول لكم حاجة، كان قدامنا نفتح اليوتيوب واحنا رابطينه يفتح يوتيوب ويفتح كل قنواته وناخد منه، انا اسف اي حاجه ممكن ناخدها منه ساعتها. وانتوا شفتوا كان عامل زي القطه معانا. ايه يا خالد يا كابيتانو، مين سرق القرار بتاعتك؟ الله اعلم. انتوا متاكدين؟ الله اعلم. ايه يا خالد يا كابيتانو، ايه يا حبيب قلبي؟ السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. طبعا يا جدعان انا عايزكم تركزوا معانا في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه يا جدعان، لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اعملوا سبسكرايب للقناه واعملوا لايك للفيديو ده. خلاص ما عادش فاضل حاجه على 500,000 مشترك. فطبعا يا جدعان المفروض تاني حاجه، خالد الكابيتانو ما حرمش برضه وطالع عمال يشتمنا ويهددنا وبيقول عاملين زي الفيران وسهل اجيبهم، ويقولوا بقوا عاملين زي القرود وعمالين يخبطوا فينا. يا كابيتانو طول ما انت جاي على عمر شاور عليا النعمه ما هنحلك، هنطلع وهنصور وهنخبط فيك وهنخبط في اي حد يقف قدام الشاورجيه. طبعا يا جدعان شوفوا برضو اللقطه اللي خالد الكابيتانو طالع بيشتمنا فيها. لا بصراحه يعني انا شايف الموضوع عمال يزيد. يعني احنا بيسو كان معانا تليفونه فتح لنا الباسورد، يعني كنا نقدر نخش على قناه اليوتيوب بتاعته وناخدها او نقفلها له، بس احنا ما بنجيش ناحيه اكل العيش خالص. الحاجات اللي فيها اكل عيش بالذات ما بنقرب لهاش. بيسو النهارده كل يوم ينزل فيديو خالد الكابيتانو خالد الكابيتانو خالد الكابيتانو وما بنتكلمش ليه؟ عشان خاطر هو بياكل عيش. فالحاجات اللي فيها اكل عيش دي بلاش تعملوا فيها كده شاور. انا برضو دي نقطة مهمة جدا. موضوع بيسو انا كنت ناسيها وخلينا فكرنا، كان معانا تليفونه ورجعنا لكم تليفونه بعتناه مع الناس تمام. وعايز اقول لكم حاجة، كان قدامنا نفتح اليوتيوب واحنا رابطينه يفتح يوتيوب ويفتح كل قنواته وناخد منه، انا اسف اي حاجه ممكن ناخدها منه ساعتها. وانتوا شفتوا كان عامل زي القطه معانا، اللي هو عمال يتنطط. ربنا يشفيه ويعافيه، عمل حادثه ربنا يا ربي يشفيه هو واخوه. الحمد لله بقوا كويسين وزي القرود، وقاموا دلوقتي برضه بيخبطوا فينا تاني. يعني قعدنا ندعي لهم ربنا يشفيهم ويعافيهم، طلعوا خبطوا فينا. يعني بيسو واخوه هما الاثنين برضه فاهم، بس ماشي ما علينا. دول سيبهم ايه، دول كده كده فران بيتجابوا، سهل ان انا اجيبهم يعني فريق يعني. زي ما انتوا شفتوا كده يا جدعان طالع عمال يقول علينا فران وسهل الجبنه. انا فرق. طب يا كابيتانو ما تورينا كده ورينا هتجيبنا ازاي. بص يا خالد يا كابيتانو، انت اللي زيك اخره كلام. هو مين صحيح يا كابيتانو اللي سرق قناه اليوتيوب بتاعتك؟ وبقى ايه كمان يا جدعان؟ بقى اسمها المصفوع من عمر شاور يا ولاد. يا جدعان اسم القناه بدل ما كانت خالق الكابيتانو دراما بقى اسمها المصفوع من عمر شاور. احنا دلوقتي هنوقف الفيديو عشان الاذان بيدن، احتراما للاذان هنوقف الفيديو. طبعا يا جدعان الاذان خلص الحمد لله. يا ريت تصلوا على النبي تحت في الكومنتات عشان احنا ناخد حسنات وانتوا تاخدوا حسنات. صلوا على النبي يا اولاد. انتوا عارفين انا اول ما بصحى من النوم بعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ باكل الكايزر واشرب من دمه، يكفيني عارف ان انا عمه وربي. لا وعارفين بقى بعد ما باكل الكايزر بعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بشرب الكابتشينو. وبعد ما بشرب الكابتشينو دلوقتي بقى بقول لك ايه، في جواه غل ومش هيحل. قول انت عايز تقول ايه يا يس؟ انا زهقان من الواد خليفه ده. لو مسكته خليفه؟ ما انا كلته علقه في الفيديو. بج على دماغه والعب بيك الكوره كده هخلي منظرك عامل هتفسيه شبه يعني هتفسيه. مش عايزين نشتم يا يس، احنا محترمين ومؤدبين مؤدبين. ومؤدبين. انت متغاظ من مين؟ انا متغاظ الواد النص شبر اللي اسمه يسرا ده. يسرا اسمه ياسر. هتعمل فيه ايه؟ حطه هنا. ياسر نصيحة مني، ولا متغاظ من الواد اللي اسمه وائل. ولا وائل انت لو جيت على سكتي هنشك يالا. وانا متغاظ من الكابتشينو. انت كابتشينو اخرك تطلع تقول انا هعمل وفران المهم يا الكابتشينو انا جبت حقي. ما تفكرش بقى ان انت كابتشينو تعالى على سكتي تاني وشوف انا هعمل فيك يا خالد يا كابتن. مش انت بتقول هتجيبنا زي الفران؟ ورينا هتجيبني ازاي. عاملين زي القطط والفران. طب ما تورينا. انت بتقول هجيبهم سهل اجيبهم. والله العظيم احنا ما سهلين. اللي هو الواد اللي اسمه بيسو واخوه. انتوا خدتوه على غفله. لما خدتوه كنتوا كذا واحد واتلميتوا عليه وهو كان لوحده. ما تقولش بطولنا. استنى بس يا خالد يا كابتن، انت طالع بتقول كنت بطولنا. بتقولكوا انتوا كام واحد؟ بطولك ده يا حبيبي لو انت رحت خدته لوحدك. ثانية واحدة كابتنو. انت جدع يلا. من غير انت خلتني تلفت نظري في حاجه. خالد الكابتنو بيقول احنا خطفناك بطولنا. انت خطفتني، انا كنت لوحدي وانتوا كام واحد عليا؟ انتوا كنتوا 10 رجاله عليا وانا كنت لوحدي. عمر شاور سرقت الدرع وانت رحت لوحدك، بس رحت على اساس ان انت واحده ست. وعمر شاور مش هيجي على واحده ست. هات الدكتور عشان يخيط، ما قدرش غير اللي يقدر عكس كده كله. بقول لك ايه، تعالى كده عشان نمسي على ابوك الحاج عباس يا ابني. الحاج عباس. عم عباس الاداره. عم عباس رقم واحد. عم عباس
هات شويه شاي بقى. السلام عليكم يا عم بتعشم شاي. ده هي اما تشيلك انت ما سلمتش عليه ليه؟ مع انه وحش. ما تجيبلوش بقى سيره ان الحب خلفت. اشرب اشرب عم عباس. بص بس كده، انت دلوقتي على اليوتيوب اعمل باي باي. طب سلم على الناس، قول لهم كل سنه وانتم طيبين. هتعمل ايه في خالتي؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالى قرب. هتعمل ايه في خالتي الكابتن؟ واحده بقى كده. خلي ده كابتنو نصيحه لك يا عم عباس، خلي ده كابتن. طب يا عم بمسي على الراجل المحترم صاحب عم عباس. حبيبي يا عم عباس، الف هنا الف هنا على قلبك يا حاج عباس. ده كابتنو نصيحه مني، انت لو عملت لنا حاجه بعد كده هنصدر لك الحاج عباس. يا كابتنو انت عمال تقول اللي جاي هيبقى سواد عليكم سواد عليكم. طب انا بقول لك يا كابتنو وعد شرف مني، اللي جاي سواد على دماغكم كلكم. خد يا خليفه اقول لك على حاجه، انا نصحتك وانت براحتك، انا نصحتك وانت براحتك، انا نصحتك وانت براحتك. محدش في جيله يعرف يجيله. بص يا كابتنو انا هقول لك حاجه، انت طالع تهددنا وتقول دول فريان هو واخوه ويعجبهم في ثانيه. بص يا كابتنو اللي عندك يعمله، احنا مش بتوع كلام احنا بتوع فعل، انما انت بتاع كلام واللي بيقول ما بيعملش واللي بيفعل ما بيقولش. انت خطفتني وكنت 10 رجال عليا، انا خطفت رجالتك وما رضيناش نيجي لك وش لوش، عشان لو جينا لك وش لوش هتاخد بعضك وتجري وهتفلق. فكابتنو جبنا لك وشوش مختلفة، يعني وشوش انت ما تعرفهاش عشان لو كنت شفتنا. يا جدعان معانا في الفيديو واحد صاحبي غالي عندي قوي، المفروض يا جدعان هيموت معاه في الحادثة. يا جدعان على طول بنقعد مع بعض، حتى واحنا هنموت كنا هنموت سوا. الكابتن محمود حسني أكاديمية باسم مرسي. أي حد عايز يعلم ابنه الكورة يكلم كابتن محمود حسني أكاديمية باسم مرسي رقم 1 في مصر وفي طنطا. يا عم ببلاش أهو. بصوا يا جدعان الكابتن محمود كان معانا في الحادثة والحمد لله طلع ما فيش اي حاجه. طب يا جدعان بمناسبه ان احنا يعني ربنا نجانا من الموت وطلعنا منها يعني على خير، المفروض ان احنا دلوقتي هنروح نذبح خروف ونضحي يعني. بصوا يا جدعان انا عارف ان في ناس ممكن تقول الحاجات دي ما بتتصورش، لان احنا في حاجات هلس بنعملها وفي ناس بتقلدنا فيها، فاحنا لما بنعمل حاجه خير بنحب عشان مثلا يعني نشارككم فيها. مثلا ايه، ممكن ناس تقلدنا في الخير زي ما في ناس بتقلدنا في الهلس، في ناس ممكن تقلدنا في الخير. فيا جدعان دابحين خروف لله، ده تضحيه كده لله الحمد لله، بمناسبه ان الرجاله دي عدت منها على خير الحمد لله. يا جدعان انا ما كنتش معاهم من غير رغي بقى، المفروض ان احنا دلوقتي هناخد بعضنا ونطلع على الخروف. طب يا جدعان المفروض ان احنا جينا عند الجزار رقم 1 في طنطا عم احمد التلاوي. يا جدعان ده اي حاجه عايز تذبح عجل، عايز تذبح اي حاجه حلال، الراجل ده عليا النعمه رقم 1 في طنطا حبيبي. المفروض يا جدعان ان احنا جينا وهتشوفوا برضو احنا بنذبح الخروف، بس يعني مش هنبين الدم عشان الفيديو ما ياخدش علامه صفراء. فالمفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي هنبتدي شغل. طب يا جدعان الخروف اهو زي ما انتم شايفين، سالخته قبل ما تحملني ربطه في المنور لا تصنيف عم انور كويس. يعني هنضحي بحاجه عشان الحمد لله انتوا عارفين ان ربنا نجاني من الموت، فالمفروض ان احنا دلوقتي هنبتدي شغل. مش هو بيتربط الاول؟ لا مش هيتربط. مش هيتربط؟ يبقى انت مش هتذبح؟ ماشي اجي من هنا. طب بص تعالى كده تعالى كده اللي في استنى طول بالك. اقول لك انت ابدا شد عبوده انزل هنا. الله يبارك لك. جزرنا كم واحد اقوى واحد فينا.